حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللي اول مره يشوفني ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وكومنت حلو. واللي محتاج قراءة خاصة بيتواصل معي على رسائل الواتساب الموجودة قدامكم على الشاشة او على الفيديو يعني. اوكي. طيب، النهارده هنعمل مع بعض قراءة. هنشوف الشخص اللي بعيد عنك، الشخص اللي في ما بينك وما بينه خلافات. هل الشخص ده عايز يرجع لك؟ آه ولو انتوا زعلانين او متخاصمين هتتصالحوا وفي عودة ولا لأ؟ وإيه اللي في دماغه؟ هل بيراقبك؟ هل بيبص عليك ولا إيه الدنيا؟ فهنشوف مع بعض. آم، يعني إن شاء الله بإذن الله خير. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. طيب، بسم الله. طيب، مبدئيا كده شايفة إن الشخص ده عنده رغبات كتيرة جدا جدا مكبوتة، عنده مشاعر كمان مكبوتة. لأن أنت من الأشخاص اللي ممكن تكون بتحرك حاجات كتيرة جدا جواه، حاجات كتيرة جدا في روحه، حاجات كتيرة جدا في مشاعره. تمام. بس في نفس الوقت أنا شايفة إن أنت ابتديت إن أنت تتحرر منه، ابتديت إن أنت تبص لنفسك. شايفة إن بعد المشاكل اللي حصلت ما بينك وما بينه، أو بعد الأزمة اللي حصلت ما بينك وما بينه، أو بعد البعد اللي حصل ما بينك وما بينه. آم، شايفة إن حصل ما بينك وما بينه كلام، يعني ممكن يكون اتفتح كلام أو فتحتوا قلبكم لبعض أو ابتديتوا تتكلموا مع بعض. وحسيت من كلامه إن عنده مشاعر ليك، أو يعني في مشاعر كده دفينة جواه ليك. بس أنت برضه في نفس الوقت حسيت إن هو بيحاول إن هو يتغلب على مشاعره دي، أو ما يطلعهاش أو ما يبينهاش. تمام. أو ما يفتحلكش الباب. يعني أنت شايف إن هو شوية كان مركز إن هو يفضل قافل الباب في وشك، أو إن هو إيه قافل السكة كلها عليك. ولكن الحقيقة إن أنتوا من يوم ما سبتوا بعض الشخص دوت مش قادر يطلعك، ولا قادر يطلع حوار الانفصال ولا اللي حصل ما بينك وما بينه من دماغه ولا من باله. طول الوقت قاعد بيفكر فيه، طول الوقت قاعد بيسترجع الذكريات اللي كانت ما بينك وما بينه، ولسه بيفكر فيك ولسه بيفكر في مشاعره ليك. ما قدرش ان هو يعني ينساك او يتخطاك رغم اللي حصل ما بينك وما بينه. شايف ان انت في يوم من الايام كنت اقرب حد ليه. آه، ما كانش حد بيفهمه غيرك، ما كانش حد بيحس بيه غيرك، ما كانش حد قريب ليه غيرك انت. تمام. بس انا برضو شايفة ان بنسبة كبيرة جدا ممكن يكون في الوضع الحالي، او في الناس اللي بتشوفني دلوقتي اللي طاقتهم جذبتهم ان هم يشوفوا الفيديو، ان في اطراف بوظت العلاقة. في اطراف بوظت العلاقة ما بينكم، وانت عارف ومتأكد ان الشخص ده ما سبكش او ما تخلاش عنك بمزاجه، لا، ده في ناس تدخلت ما بينك وما بينه وبوظت الدنيا. آه، انت شايف ومتأكد وعندك يقين ان هو ما كانش عايز يمشي، بس في حاجات كتيرة جدا بعدته، في حاجات كتيرة جدا أثرت عليه. شايفة ان هو شوية يعني ممكن يكون الفترة دي بيحاول ان هو يبسط نفسه، بيحاول ان هو يشغل نفسه، بيحاول ان هو يتغلب على تفكيره او افكاره ناحيتك، او حنينه ليك او اشتياقه ليك، بيحاول ان هو يتخلص من الطاقة دي. ولكن برضه مهما بيشغل نفسه او مهما بيحاول ان هو يعمل حاجات مش عارف ينساك، ولسه انت جواه ولسه جوه قلبه ولسه جوه مشاعره، وعايز يكون معاك وعايز يقرب منك. الشخص ده شوية ممكن يكون بيحاول يبين لك ان هو وحيد وهو بعيد عنك، يعني بيحاول يستعطفك كده. بيحاول يبين لك ان انا في بعدك خسرت كتير، او ان انا بقيت لوحدي. شايفة برضو ان هو جه عليه وقت كان منتظر منك خطوة، او كان مستني منك حاجة. ولكن انت الوقت اللي هو كان مستني منك في خطوة ده، لا، انت كنت مقرر ان انت خلاص مش هتاخد خطوة، ان انت خلاص قفلت الباب، ان انت خلاص مش هتتنازل تاني، مش هتضحي تاني، مش هتيجي على نفسك تاني، مش هتوجع نفسك تاني. تمام. طيب.
طيب شايفة إن هو شوية بيبص عليك من بعيد أو مراقبك أو متابعك وبيسأل نفسه، يعني عنده تساؤلات، بيقول هل هتقدروا تنسوا العلاقة دي؟ هل هتقدروا تنسوا اللي كان ما بينكم؟ هل هتقدروا تنسوا المشاعر؟ شايفاه طبعا بيلوم نفسه بصورة قوية جدا عن البعد اللي حصل ما بينك وما بينه، ولكن في نفس الوقت برضه هو شايفك شوية إن أنت شخص غامض أو مخبي عنه حاجة أو مداري عنه حاجة. تمام، فدي برضه حاجة سايرة شكوكه. في حاجة دايما مشتركة ما بينك وما بينه، هي الحنين للذكريات. دايما في حنين ما بينك وما بين انت وهو، انتوا الاتنين عندكم حنين طول الوقت للذكريات او لمشاعر كانت ما بينكم وما بين بعض في الماضي. تمام، حاجات كنتوا بتعملوها سوا، ذكريات كنتوا بتعملوها سوا، اماكن كنتوا بتروحوها سوا. طول الوقت انت وهو عندكم الحنين للذكريات دي. فكرة ان انتوا تقربوا من بعض تاني او ان انتوا توصلوا لبعض تاني كان احتمال صعب جدا بالنسبة لك. انت كنت شايف كده، انت كنت شايف ان دي علاقة سامة، علاقة مرهقة، علاقة متعبة، ما بقتش انت مبسوط ولا هو بقى مبسوط، فخلاص يعني انت شايف ان انتوا بعدتوا وخلاص الموضوع انتهى، فان انتوا ترجعوا تاني دي حاجة شبه مستحيل. ده اللي انت شايفه. لان كمان انت شايف ان انتوا مش عارفين تقربوا من بعض وخايفين، كل واحد خايف من التاني، كل واحد خايف يقرب من التاني، ولكن لا، في حاجة جديدة هتحصل، في انفراجة هتحصل، في شيء جديد. شايفة ان هو هيفتح لك قلبه تاني، هيدخلك حياته تاني. آمم، هيبتدي يتحول من شخص قوي أوي واقف على رجله مسيطر لشخص مش هنقول ضعيف يعني، بس شخص ممكن ييجي على نفسه أو يقدم تنازل عشان يبتدي معاك بداية جديدة. شايفة كمان إن بعد ما كانت العلاقة مستحيلة أو الرجوع مستحيل، إن انتوا هترجعوا تدوروا على بعض، انت هتدور عليه وهو هيدور عليك، يعني زي ما يكون كده كل واحد فيكم بيجذب أفكار التاني ليه. شايفة إن شوية الشخص ده بيحاول إن هو يخرج من المود الوحش اللي هو فيه، بيحاول إن هو يقف على رجله آمم، عشان يقدر إن هو ياخد خطوات ناحيتك، لإن هو عايز يتواصل معاك. ممكن يكون في البداية كده عايز يجس نبضك، أو يعني يكلمك مثلًا يقول لك خلّينا نقرّب من بعض شوية، خلّينا نسأل على بعض كل فين وفين، خلّينا كده نعرف أخبار بعض، يعني عايز يدخل في حياتك ولكن بشكل غير مباشر، أو يخلّيك إن أنت تهتم بيه أو يحاول يشدك ليه مرة تانية. لأن هو كمان في حاجة مجنناه وفي حاجة محيراه، إن هو مش عارف أنت بتفكر في إيه، أو مش عارف كمان أنت شايفه إزاي أو بقيت بتفكر فيه إزاي، مش عارف أنت باقي عليه ولا لأ، مش عارف إن هو لسه ليه مكان في قلبك ولا لأ، في حد دخل حياتك ولا لأ. تمام. طبعا بيلوم نفسه على البعد وبيلوم نفسه على الجفا وبيلوم نفسه على القسوة اللي حصلت ما بينك وما بينه، لأن أنت دايما كنت شخص بتديله، كنت شخص معطاء، عمرك ما بخلت عليه في حاجة، وهو شايف إن هو تسبب في كسرك وتسبب في وجعك، فبيحاول إن هو يصلّح العلاقة أو عايز يصلّح العلاقة، وشايفة إن هو زي ما ادّى لك ضهره وبعد عنك هيدّي لك وشه تاني وهيدخل حياتك تاني، وممكن يستحمل منك لوم وعتاب وكلام جارح وقسوة مقابل القسوة اللي هو ادّاها لك قبل كده، بس في سبيل إن أنتم يعني تشاملكوا وتلَم تاني مع بعض، وإن أنتم تكونوا تاني مع بعض وترجعوا تاني مع بعض وتكون حياتكم أحسن. شايف إن هو لازم، لازم، لازم ما يكتفيش بالتفكير، لازم يحاول إن هو يعمل حاجة، لازم يتحرك، لإن هو برضه بنسبة كبيرة زي ما قُلت لكم ما سابش العلاقة بمزاجه، ممكن يكون بسبب كلام اتقال أو بسبب تدخلات أو بسبب ناس أثّرت عليه. شايفة برضه إن أنت عندك طاقة حيرة رغم حُبّك ليه، آآ لكن محتار مش عارف برضه تاخد قرار. شايفة إن هو في حاجات كتيرة جدًا عايز يقولها لك، بس خايف، خايف إن أنت ما تسمعوش، خايف إن أنت ما تصدّقوش، عايز يقرّب منّك ولكن زي ما قُلت لك بطريقة غير مباشرة. شايفة إن أنت المرّة دي حتى لو هو حاول يتواصل معاك
أنت مش هتقبل تنازلات لإن أنت اتنازلت كتير. فيعني زي ما قُلت لك هو عايز يدخل حياتك تاني ولكن بطريقة غير مباشرة أو من غير ما يوضّح، لإن هو خايف وعارف إن أنت مش هتقبل تنازلات، لإن أنت جيت على نَفْسك كتير واتوجعت كتير في العلاقة دي، تمام. آمم لكن بنسبة كبيرة جدًا هيعترف بنواياه ناحية العلاقة وهيحاول إن هو يقدّم تنازلات عشان العلاقة دي ترجع وتستقر تاني زي الأول والدنيا يعني تكون أحسن، تمام. طيب حبايبي، دي كانت قراءتنا النهارده، أتمنى يا رب إنها تكون عجبتكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش بقى في لايك وشير وكومنت حلو، وباي باي.